أنت المجيب، أنت المجيب، أنت المجيب لمن يدعوك يا أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتني جو والله من الفيديو اللي فات. النهاردة معادنا مع فيديو شريات الخضار، يا رب يعجبكم وان شاء الله تستفادوا من الأسعار ان شاء الله. وايه اقول لكم بقى على الحاجات الغالية اللي احنا جبناها مع بعض. بص، الطماطم كانت الكيلو ب18 جنيه، ودول كانوا ب24. تمام. بص، الاسعار غالية جدا والدنيا صعبة جدا يعني في السوق. لما رحت جبت الخضار ما كنتش متخيلة ان الاسعار زادت جو كده بصراحة. البامية كانت ب30. بص، انا ملقتش من البامية الصغيرة، فلقيت بس من البامية دي، فدي كانت ب30 ودول كانوا ب11 يعني. طلعت منهم وطلعت اللي انا قدرت محتاجاه ووزنته. بصوا بقى، لو في اي صوت زيطة في الفيديو كده سامحوني والله. انا كل مره اقول لكم الموضوع ده، بس هفضل اقول لكم بقى لحد ما ان شاء الله ويكون عندي كده اوضه لوحدي واعرف اسجل فيها من غير اي زيطه. تمام، فاستحملوني بقى لو في زيطه او كده، فمعلش. الفلفل ده برضو كان ب14، ودول كانوا ب11. ب11. وزنتهم، يعني نجيت منه كام واحدة كده كبيرة، ونجيت الباقي صغير عشان لو مثلا هعمله محشي على شوية البدنجان اللي كانوا عندي وكده، فينفع. تمام، عشان ما بحبش الفلفل الكبير في المحشي، بحب الفلفل الصغير. وجبت كمان الشطة دي عشان نفرسها ان شاء الله ونعمل مع بعض هريسة شطة. بص، هو ما كانش مكتوب عليها السعر كام، بس انا لما وزنت دول طلعوا ب15. فجبت دول ب15، وان شاء الله نفرسهم ونظبطهم كده مع بعض ونعمل هرسة الشطة ونفرز توم وحاجات زي كده يعني، عشان كمان تساعدنا في رمضان وتسهل علينا الدنيا. الخيار كان الكيلو ب20، وانا جبت دول ب14. كان يعني هو كان حلو الصبح وكل حاجة، بس الغالي الخيار يعني غالي يعني ب14. صليتوا على النبي ولا لسه؟ اللي مصلاش على النبي ينزل يصلي على النبي في الكومنتات ويرجع يكمل الفيديو. يلا بقى بسرعة. البطاطس الكيلو ب23. تمام، ودول انا رحت وزنتهم طلعوا ب73. كنت عايزه اقول له ايه 73 دول يا عم؟ خد البطاطس مش عايزاها. بس يلا، البطاطس لازم حاجه مهمه في البيت. فجبت البطاطس، قلت لكم الكيلو كان ب22 ودول جبتهم ب73. العنب كان ب30 ودول كانوا ب44. 48. هو الكيلو كان ب30 ودول انا اخدتهم كده وزنتهم كانوا ب38. والجوافة ديت مستوية حبة. تمام. الكيلو كان ب10، فانا جبت دول كانوا ب15، يعني كان كيلو ونص ب15. بص، هي فيها كده حاجات بس انا هظبطها يعني، وكده وكده كده انا فرسها، مش هاكلها كده يعني، هشيلها كده كتفريز. المانجا دي مش بايظه، هي الجشره بس كده من بره ومستويه، وانا شميت ريحتها وحلوه جدا وما فيهاش حاجه خالص. ولقيت الكيلو ب10 جنيه، فجبتهم كلهم اصلا. يعني انا قلت له هاخدهم كلهم ب20، فهو الراجل اداهم لي كلهم ب20، ما فيهمش حاجه بايظه خالص. هما مستويين والقشره بس لونها متغير من بره. بس انا لما غسلتهم وظبطتهم ونضفتهم كده مفيش فيهم اي حاجه خالص بايظه، حتى هنعملهم مع بعض وهتشوفوهم مفيش فيهم حاجه بايظه. المانجا دي انا جبتها مش عشان افرسها يعني، انا جبتها اقطعها كده واحطها في الفريزر نشربها اليومين دول، والمانجا التانية ان شاء الله يعني زي اللي انا فرستها معاكم في فيديو المشتريات بتاع المره اللي فاتت، هي دي اللي انا هفرز منها على طول. مش دي اصلا، دي مش مانجا ينفع يعني تتفرز منها. ودي كانت المشتريات بتاعتنا بتاع النهارده، والاسعار كانت في السوق. يا رب تكونوا استفدتوا منها، ويلا بقى بينا ايه نفرز المانجا اللي احنا جبناها. انا زي ما قلت لكم ان المانجا دي مش لرمضان، انا هفرزها احطها كده في الفريزر علشان ايه لما عاوزه اعمل عصير وكده. بصراحه بيكون زي كانه كده، بدل ما احط مكعبات تلج هو بيكون متلج، وبطحنه كده في الخلاط، وبيكون قوام تجيب كده وبيكون تحفة بصراحة. وزي ما قلت لكم والله المانجا كانت طعمها حلو، وكانت حلو اصلا. ما كانش في غيرها اصلا عند الراجل اللي انا جبت منه ما كانش فيه مانجا غير المانجا دي، فجبتهم وخلاص.
بص بقى يا عسل يا قمر يا شطورة، انا عارفة ان الفيديو عجبك وان انت شدتي للفيديو، بس انت تقدري تنزلي دلوقتي تعملي لنا كومنت حلو كده، وتشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، وتفعلي زر الجرس، وتكتبي لي تكتبي لي كومنت وتدوسي لايك. تمام. وعلى فكرة انا كده هو بنفرز مع بعض المانجا، بحاول انضفها. القشرة زي ما انتوا شايفين كده خفيفة مستوية، مفيش فيها حاجة خالص. البتاع الاسود ده اللي هو النقطة اللي بتكون في المانجا، اللي هو العنقود اللي بيكون من فوق، يعني مش حاجة وحشة، مفيهاش حاجة خالص والله. يعني احنا كلنا كده بنكون ستات شطورات عسلات، بنحاول نجيب حاجات ممكن ان هي مش وحشة، بس لو مستوية شوية واحنا ننفع نفرسها بنجيبها وبنفرسها. بتنفعنا في ايام مثلا مش بيكون معانا فيها فلوس، يعني مثلا بص دي لون القشره بتاعتها من بره بس هو متغير، بس هي بصوا ما فيهاش اي حاجه خالص. المهم احنا بنجيب الحاجات دي عشان زي ما قلت لكم كده، في اوقات كده لما ما يكونش معانا فلوس وكده وعايزين نعمل حاجه حلوه، يكون عندنا مثلا المانجا كده في البيت متفرزه وكده، نطلع ونعمل عصير كده برضك، هتبقى حاجه حلوه في البيت من غير ما تكلفنا يعني فلوس، ومن غير ما نتعب فيها. و20 جنيه يعني في الزمن اللي احنا فيه ده مش حاجه، يعني فاهميني. وبكده نكون جربنا نخلص مع بعض كمية المانجا اللي احنا عملناها، وهننضف الدنيا كده حوالينا زي ما انتوا شايفين كده نضفتها، وهعبيها في كيس زي ما هي اصلا تحس ان هي معمولة عصير كده عشان هي مستوية تمام، بس هي مش قطعة زي التانية يعني. بس انا زي ما انتوا شايفين كده يعني هي مش محطوط عليها مية، هعبيهم كده في اكياس، هيعمل معايا على ما اعتقد 7 اكياس، حطهم في الفريزر. وزي ما قلت لكم كل ما عاوز كده اطلع منهم اليومين دول، والمانجا التانية هخليها رمضان تفريز، وان شاء الله نجيب مع بعض حاجات تاني ونفرزها كده مع بعض. 7 اكياس. انا بقى اللي جبت، كنت المفروض ان انا كنت بصور من البداية بس ما جتش معاكم. جبت المانجا الجوافة، غسلتها ونضفتها برضو كده وعملتها زي من كده. انا بشوف ناس بيحط عليها بيعصر عليها عصرة ليمون عشان تبقى مادة حافظة ليها يعني. بصراحة انا ما جربتهوش، انا الطريقة اللي انا بجربها ان انا بحطهم كده في الاكياس وبقفلهم واحطهم على طول في الفريزر، وبصراحة طعمها ما بيغيرش ولونها ما بيغيرش، يعني بتفضل معايا زي ما هي كده، وبتفضل معايا ممكن سنة برضك زي ما هي كده، وبتبقى حلوة يعني. يعني طعمها زي ما قلتلكوا كده ما بيغيرش. وكده نبقى عملنا 7 اكياس من المانجا وكيسين جوافة. دول هينفعونا في اي يوم كده زي ما قلتلكوا ما فيش فيها حاجة في البيت او ما فيش فلوس، ينفع ان احنا نجيبها، يعني ينفع ان احنا نطلع اي حاجة كده من البيت ونعملها. هنا برضك بصوا كل حاجة هتتغسل الا يعني العنب هيتغسل الا الباقي، يعني كل حاجة مش هغسلها. بصوا بوريكم البدنجان والحاجات اللي كانت عندي دبلانة شوية. بصوا دبلانة ازاي، بس عادي يعني احنا هنظبطها ونبقى نعملها في يوم تاني مع بعض. انا شلت هنا بقى المرة دي الخضار من غير ما اغسله، ليه؟ علشان الحمد لله باركوا لي يا ولاد في الكومنتات، المية ما بقتش تقطع عندي اليومين دول، بتيجي عندي على طول الحمد لله. يعني ممكن تقطع بس بالكتير خالص نص ساعة، فعلشان كده قلت طالما في مية اصلا الخضار لما بيتغسل عندي يعني بكل واحد من التلاجة للتانية بيدبل تمام. انا بس ما غسلتش غير العنب، لكن باقي الخضار انا ما غسلتوش، شلته زي ما هو. لما عاوز اي حاجة هطلعها كده وهغسلها. انا بوريكم الليمون زي ما فرسته زي ما هو. بس كده نكون شلنا الحاجة مع بعض، وهنعمل كده الغدا كده مع بعض. الغدا هنا حمرت بصلة، والحلة التانية كنت حاطة فيها مية وحطيت فيها مكرونة سباكيتي، ودي فشة وطحال كنت سلقاهم، سلقتهم عادي في مية وملح وبصل وكده يعني. وهنا حطيتهم يتحمروا مع البصلة، وهنزل عليهم بالطماطم اللي انا عاملاها في الخلاط، ضربها في الخلاط تمام، وهسيبهم كده يتسبكوا مع بعض شوية. انا كده كنت سلقت المكرونه، يعني في الوقت ده انا كده كنت سلقت المكرونه وصفيتها كده على جنب. هحط البهارات اللي موجوده في البيت وهسيبها كده تتسبك زي ما قلت لكم. هحط المكرونه بصوا زي ما كده، وهحط المكرونه. انا بصور بايد وبحط بايد التاني، فمش عارفه اظبط التصوير يعني، فعشان كده. صليت على النبي ولا لسه؟ اللي مصليش على النبي ينزل يصلي على النبي في الكومنتات ويطلع تاني يكمل معانا الفيديو.
اهم حاجه الصلاه على النبي يا ولاد، وتمام، ودوسوا لايك واكتبوا كومنت. يا رب الفيديو يعجبكم. وبعد كده خلصنا الغدا، عملت عصير مانجا من اللي احنا كنا جايبينه النهارده تمام، والله وكان طعمه جميل وكان حلو. وادي بوريكم كانت المكرونه دي تحفه يا ولاد والله، وكان طعمها جميل. وبس كده زي ما قلت لكم. يلا بقى نشوف مع بعض التموين اللي احنا جبناه. التموين جبت، احنا فردين في التموين، تمام، انا وجوزي بس. فانت عارفين التموين الفردين بيكون لهم جزازتين زيت و2 كيلو سكر بس. فاضل جزازتين زيت و2 كيلو سكر، وليهم كيس سكر اللي هو بتدفع له 25 وتغذية، تمام، اللي هو كيس السكر اللي بيكون فوق التموين ده اللي يكون عليه دعم. وكيلو دقيق. كيلو الدقيق ده من فلوس العيش. يعني مثلا انا ما جبتش العيش، بقعد مثلا كذا يوم فلوس العيش ما بجيبهاش، فبتتحوش عليا، فبجيب بقى دقيق وبحط يعني فلوس زيادة، بزود فلوس. يعني كده التموين بتاعي 3 كيلو سكر و2 زيت وواحدة دقيق. هنشوف مع بعض كده شوية حاجات احنا جبناهم من وسط البلد، قلت اوريهم لكم معايا كمان بالمرة عشان تشوفوهم، وقولوا لي كده الاضاءة حلوة ولا لا، ولو مش حلوة قولوا لي يعني اظبطها ازاي لو حد يعرف، عشان مش عارفة اظبطها والله. حتى اضاءة كتير بس مش عارفة اظبط الاضاءة. انا هنا حاولت ان انا هوريكم العنوان وهوريكم كل حاجة. في وسط البلد جبت حمام، يعني حمام كريم، ده اسم المحل، وده الارقام بتاع التليفون انا هوضحها لكم تاني في الاخر. في وسط البلد ده حمام الكريم، ده ب70 جنيه، اسمه بيرفكت، بس تحفة والله يا بنات، وهو كمان حاجة مش مقاطعة ومن علينا، ب70، واسمه بيرفكت اللي هو حمام كريم يعني. ده كريم اسمه 7 زيوت، تمام. هو يعني كريم بنحطه كده لما بنستحمى نحطه في الشعر، بس والله برضك حلو وريحته جميلة والكمية بتاعته حلوة. سعره 50. على فكرة المحل ده بتكون عنده الأسعار بالجملة، فعلشان كده ممكن الحاجات دي تلاقيها برا غالية، بس عنده المحل ده الحاجات رخيصة يعني وكده. ده سيرم، بس ده سيرم للزوجي. ده برضه جبته له كان ب50. ده اسمه، بص انا نسيت اسمه، هتلاقي الاسم يعني انا هحاول اوضحه لكم تاني في الفيديو، تمام. ده سيرم يعني لدجن زوجي. بس كده ونكون خلصنا الفيديو بتاعنا، ويا رب الفيديو يكون يعجبكم. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتكتبوا لي كومنت وتدوسوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا هصور لكم هحاول اوضح لكم العنوان والمكان تاني. يلا باي.